خلّيني أقول لك كلام ممكن جدًا يزعّلك، الزمالك مش بيعاني من أزمات إيقاف قيد وأزمات مالية، الزمالك بيعاني من أزمة جمهور وعقول. خلّينا نفكّر بالعقل ونمشي واحدة، واحدة، الزملكاوية زعلانين ليه؟ الزملكاوية زعلانين لإنّهم عندهم إيقافات في القيد وعندهم كمان احتمالية كبيرة إنّهم ما ياخدوش الرخصة وما يشتركوش في دوري أبطال أفريقيا. هل النتايج اللي إحنا وصلنا لها دي هي اللي تزعّل والّا اللي يزعّل المفروض الأسباب اللي وصّلتك لكده كنادي عريق وعنده تاريخ كبير؟ الحاجة اللي لازم الزملكاوية يقفوا فيها قصاد نَفْسهم إنهم يعرفوا إنهم مش مظلومين، الزملكاوي عنده متلازمة الظلم، هو طول الوقت شايف إنه مظلوم من التحكيم ومظلوم من اتحاد الكرة ومظلوم من الرعاية ومظلوم من الاتحاد الأفريقي مظلوم وخلاص. في الوقت نَفْسه هو بيقول إنه صاحب تاريخ كبير وده حقيقي وبيقول إنه عنده شعبية كبيرة ودي حقيقية، على الرغم من اختلافنا على إنها أقل بكتير من شعبية النادي الأهلي، ولكن هو صاحب شعبية. كل ده بيخلّيك تحس بالقوة والّا بالضعف؟ ولو أنت قوي، إزاي كل الناس وكل الكون قادر يظلمك بالأريحية دي؟ طب مين المسؤول عن الحالة اللي وصلها نادي الزمالك؟ الإجابة صعبة، لكن الإجابة الحقيقية واللي ما حدش كتير بيرضى يقولها لكم هو أنتم جمهور الزمالك. الجمهور اللي بيدافع عن إدارات متعاقبة ودت النادي في داهية وخلت حالته المادية بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، وخلت كل اللعيبة قلقانة على فلوسها علشان ما بيقدروش ياخدوه. لمّا الجمهور يتغاضى عن كل المشاكل الإدارية اللي بتحصل لنادي الزمالك ويحوّل كل موقف لإن الأهلي بيحاول يوقّعه، ولإن المنظومة كلّها ضده وإنه مظلوم وإنه بيحارب الكون كلّه، أنت بتدّي شماعات لإدارتك ولاعيبتك إنها مظلومة، فليه يجاهدوا وليه يحاربوا علشان يوصلوا لنقطة انتصار وقوة؟ الزمالك فعلًا نادي عريق وعنده تاريخ وعنده جمهور، لكن المشكلة إن مشكلة الزمالك هي جمهوره نفسه، جمهور عاطفي ما بيفكّرش غير بعواطفه ومشاعره، وده اللي بيخلّي إدارة نادي الزمالك أو إدارات نادي الزمالك المتعاقبة ما تعملوش حساب كتير. من الآخر كده سيبهم شوية كده وهيحصل حاجة تهدّيهم وتخلّيهم مبسوطين، أو على الأقل تصدّر لهم إن الأهلي بيحاربنا أو المنظومة ضدنا، وهم هيتعاملوا مع المنظومة وينسونا. الأمر اللي خلّى إدارات نادي الزمالك ما بتحلّش مشاكل، بالعكس بتدّي مسكنات، وده بصراحة هو الفرق بين جمهور حقيقي وجمهور غرّق فرقته. أنا مش ضد الزمالك وجمهوره، أنا ضد السكوت اللي بيؤدّي إلى كوارث، والزمالك دلوقتي في كارثة، أتمنى تتكلموا في الاتجاه المضبوط.